الحب هو إحساس زوين كيخليك تعيش فرحان مطمئن وكتحس براسك خفيف، ولكن واش كل إحساس قوي كنحسوه فهو حب أولا بعض المرات كنكونو غير متعلقين. اليوم بغيت نشارك معاكم شنو هو الحب، ولكن بصراحة الحب هو إحساس رباني، ربي اللي كيحطو في القلب ديالنا وكيخلينا نبغيو داك الشخص أولا داك الآلة أولا أي حاجة في حياتنا. فالشعراء كبار هضروا عليه وكتبوا عليه دواوين كاملة وشكروه ووصفوه بكلمات زوينة، ولكن حتى شي واحد ما قدر يعطينا التعريف ديالو الدقيق. وحتى إلا كان الحب إحساس رباني وزوين لهاد الدرجة، فعلاش بعض المرات كيألمنا، وعلاش بعض المرات كنخلطوه مع التعلق؟ اليوم غادي نحاولوا نفكوا هاد الشي هذا ونوضحوا الفرق ما بين الحب الحقيقي والتعلق. الحب صراحة هو موضوع زوين. الحب والتعلق هو انك كتعلق بشي واحد، كيرجع الاماني ديالك، كيرجع الفرحه والسعاده ديالك كامله كتولي كدور على داك الشخص. فإلا جينا نشوفوا التعلق مختلف بزاف على الحب. الحب راه شي حاجه اللي كبيره، فاي علاقه بين جوج ديال الناس راه كيكون فيها التعلق هو الاول. الا ما كانش التعلق راه ما كاينش الحب، ولكن يمكن يكون تعلق بلا حب. يقدر يكون متعلق غير بداك الشخصيه اولا بداك الكراهيه، وهذا الشيء هذا اللي كنسميوه في لي غولاسيون توكسيك. هو داك لي غولاسيون اللي كتكون واحد جالس مع الاخر وحتى شي واحد ما حامل الاخر، وواحد كيهضر في الاخر وواحد كيعاير الاخر، ولكن ما يمكنش يتفرقوا، خصهم يبقاو جالسين وحتى واحد ما حامل الاخر. فالموضوع ديال اليوم هو موضوع زوين، موضوع ديال الحب. بغيت نعطيكم واحد التعريف على الحب، ولكن ما عنديش كيف قلت لكم في الاول. الحب هو واحد الاحساس اللي رباني، واغلبيه ديال الشعراء دوزوا حياتهم كامله هما كيهضروا عليه. حتى شي واحد ما قدر يعطينا التعريف ديالو دقيق. فاللي بغيت نقول لكم هو الحب ما كيكونش بلا موده وحنان ورحمه، ضروري يكون باش يكمل. شحال ما بقيت كنهضر ما غاديش نسالي هذا الموضوع هذا وما غاديش نوصفو كيف كنحسو به. فندوزو نهضروا على التعلق، وغادي نعطيكم واحد القصه قصيره ديال واحد السيد اسمه بركه. هاد القصه هذه كانت كدور في مدينه فاش شحال هادي. هاد السيد بركه رجل مسن، رجل عقلاني. اي واحد عنده شي مشكل كيمشي كيتشاور معاه وكيحاول يرد له عقله او يعاونو او لا. المهم هاد السيد بركه واحد النهار جالس في الدار ديالو مع جوج ديال الليل، كيسمع الدقان ديال في الباب، مشى يطل، لقى واحد السيد والابن ديالو. داك الاب مقلق وقال له سمح لينا سيدي وحشمان، سمح لينا سيدي وراه الدري هذا غادي يحمقني. قال له السيد بركه لا مرحبا بكم، ان شاء الله هاد الوليد هذا ما يكون كيقول غير الخير. فدخلوا جلسوا، هو ينقص ديك الدري وهو يقول له السي بركه انا راه باغي نتزوج، والاب ديالي تيقول لي تزوج بنت عمك، وانا راه باغي واحد البنت طنجاويه وكنحماق عليها. ويجبد له الصوره ديالها في التليفون ديالو، وها انت شوف شعرها كي داير، كيضرب بواحد الحماس، شوف كيفاش دايره شحال زوينه وانا كنبغيها، والاب ديالي تيقول لي تزوج بنت عمك، انا ما باغيش بنت عمي. وراه واحد البارتي في يديه، قال له ها انت شوف هنايا، انا راه ملي كنت وحشه وكيجيني داك الشوق بزاف كنطفي الكارو في يديا وكنعاد كنبرد وعاد كنحس براسي بلي راه برشت واحد شويه. المهم الدري كيهضر بواحد الحماس والسيد بركه كيشوف كيفاش كيهضر متحمس. ما كاينش واحد الحب، كاين واحد التعلق بداك الجمال ديال داك البنت، والتركيز ديالو كامل على الجمال الجسدي. فكيشوفوا ما كاينش حب، كاين تما تعلق بداك الجمال الجسدي، ما كاينش ما كيشوفش في الجمال الروحي، ما كيشوفش شنو كاين في راسها وشنو كاين في الداخل ديالها. هو كيفكر في كيفاش دايره هي، كيفاش الكركاس ديالها كي داير. فقال له السيد بركه اولدي هذا راه ماشي حب، انت راه ماشي كتبغيها. ايوا ديك الدري غير سمع داك انت راه ماشي حب هذا وانت ما كتبغيهاش، جهل. وبدا كيغوت، دار عند با قال له جايبني عند هذا الحماق هذا الشارف هذا، علاش جايبني عنده وما كيفهموش ما كديروش. فمشاو وداك الاب كيعتذر سمح ليا سمح ليا. مشى هذاك الاب وبنته، وفعلا دازت شي شهور وتزوج بداك البنت مسكينه. علاش مسكينه؟ حيت من تزوج بها دازت غير واحد شويه، كانت واحد النهار كتقلي فلفله في الزيت، فطارت ليها واحد شويه ديال الزيت، طار لها الرموش ديال عينيها وقاس لها عينيها من الفوق. فديك البنت الرموش ديال عينيها ما بقاوش، ولا عندها بحال واحد سيكاتريس في عينيها في وجهها. فواحد النهار هو دازت شي ايام وهو يجي داك الدري عند سيد بركه، قال له السلام عليكم عافاك، هضر ليا مع الاب ديالي، راني باغي نتزوج بنت عمي، انا راه ديك المراه ما بقيتش كنقدر نشوف فيها، ما بقاش كتعجبني، وراني بغيت نتزوج بنت عمي وحشمت نقولها لبا. فبقى كيشوف فيه. دابا عرفتو التعلق شنو كيدير. اما كان كيبغيها وكيحبها فتمشي لها عينيها كامله، غادي يبقى كيبغيها
ماشي غير إلا مشى لها مثلًا طريف أولا جاها واحد التشوه بسيط أولا ما بقاش كيقدر يشوف فيها، فهو كان كيشوف في الجمال الجسدي ما كانش كيشوف في الجمال الروحي، حيت كاملين غادي نشرفوا، كاملين ما غنبقاوش بهذا الجمال، حيت الراجل ديال 20 عام أولا البنت ديال 20 عام تيكونوا ما شاء الله زوينين فنين، ولكن une fois كيوصلوا 70 عام كيوليو تجاعيد، كيولي شيب، فهنا كيولي واحد الجمال آخر، كيولي جمال الروح. إذًا من بعد ما فهمنا الفرق ما بين الحب والتعلق، فالسؤال اللي كيبقى ديما في بالنا هو كيفاش نديرو نخرجوا من هذا التعلق. إذًا كاينين 3 أولا 4 ديال الخطوات إلا درناهم نقدروا نوليو مزيان. الخطوة الأولى هي تعترفوا باللي كتحسوا به وما تخافوش تواجهوه، حيت الوعي هو بداية ديال أي تغيير. الخطوة الثانية ركزوا على راسكم، على الهوايات ديالكم وعلى الأصدقاء، وحتى على شي حاجة اللي كتخليكم تحسوا بالراحة وبالحرية والسعادة. الخطوة الثالثة هي تحبوا بلا خوف، بلا ضغط، بلا انتظار مقابل، حبوا بطريقة اللي كتخليكم مرتاحين ومطمئنين. والخطوة الرابعة والأخيرة هي نتعلموا نقولوا لا للتعلق اللي كيألم، ونعم للحب اللي كيعطينا طمأنينة وفرح. فإذا مشيتوا بهاد الخطوات غادي تحسوا بالفرق، وغادي تحسوا بالحرية والطمأنينة وبالحب الحقيقي اللي كيحرركم.